بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في سهرتي معكم في حلقة جميلة، ونستمتع اليوم بواحدة من اللقاءات الجميلة دائما يعني بنعطر بها أسمعنا. وقبل كده بنقول إنه هذه الحلقة برعاية استديوهات أنقام، وما تنسى اللايك والشير لأنه فناننا بتاع الليلة ده مهم جدا، هو أنور بودا. حبيبنا أنور بودا، حبابك 10 يا أخي. تمام والله الحمد لله. أول حاجة أنا بحييك وسعيد جدا أن ألتقي بك، يعني لقياب يمكن يكون 3 سنة ولا 4 سنة عديل. يا سلام، ما أظن يا أول ضيف كان استضفناه في نجوم في مدينة كاس. صح. لنا الشرف انه كان نعمل معك حوار جميل وندردش معك في اغنياتك. اول حاجه البدايات الفنيه طبعا احنا كلنا عارفينها. اي صح. بدايه الغنى وتفاصيلك دي كلها احنا مستلمينها لانه قبل كده جرينا معك حوار وعارفين كل بداياتك. طيب الان في الوسط الفني يعني يمكن بقيت رقم 1 في مدينة كاس، السر شنو أول حاجة؟ والله يا أخي طيب، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بحيي كل الجمهور المتابعين لهذه القلعة، وأنا بشكرهم جدا جدا لأنه دي حاجات بتوصل للمجتمع رسالة معينة إنه في كاس يعني يكون في نظرة شغالة بتلفت انعكاس يعني الموسيقى البسيطة دي على الوش المجتمع. دي حاجة طريفة جميلة جدا جدا. فوالله أنا ما ممكن الإنسان يقول لي نفسي إنه أنا، لكن أحيانا التواضع بتاع الإنسان والتداخل بتاعك مع المجتمع بيخليك إنك تكون شنو مرغوب بالنسبة لحياتك الطبيعية ذات بغض النظر عن كونه تكون في المزيكا ولا في الحياة يعني. نحن بس نجي في المزيكا لانه بعد هنا عندنا نعرف الكوره وتفاصيل دي حاجه، لانه انت ضارب 2 كفر ووتر. اي صح. يا سلام. والله انا بقول في المزيكا يعني انه احترام الذات اهم شيء. نعم. التعالي على الناس مرفوض جدا، لانه يوم من الايام بتلقى قيمه الكلام ده. لانه الجمهور اصلا هو اللي بيبنيك والممكن يهدم الكوره. ايوه. فالحاجه الثانيه ان احنا بنستمع وبنحاول بنجدد كل فتره وبنأدي طلبات الجمهور بتاعنا يعني. فانت الحاجه اللي بتشيلها بمشي تقدمها دي، اكيد الجمهور هو اصلا بكون عندك رساله منه انك انت يا اخي انور مثلا يعني انا جيتني دار لي حفله لكن عندي اغاني 1 2 3 ده يا اخي في طلبياتي مثلا الا جدا يعني. ما قاعد تشدوا في مساله بتاعت العدالات دي؟ لا السقف الفلاني يحس. والله انا شخصيا يعني المزيكا دي بالنسبه لي انه ترفيه، ما مركز مع الحسابات، ما مركز مع العداد نهائي. بعتبر انه بسقف بها روحي كده، وبحاول انه الم بها شملي يعني والمجتمع من حولي. طيب بمناسبه انك تلم شملك وللمجتمع كده، لم لنا شملنا باغنيه دي اسمها الاغنيه وخلينا ننطلق. يا سلام، ما في مشكله. ما عدت قادر انتظر. سامحنا، غلطان، بعتذر. انا ذات مسامح الناس انه والله يا اخي، وللجمهور برضه بالجمهور بعتذر يعني. اعتذر يا جماعه على الغياب الطويل ده. يا سلام يا اخي. سامحني غلطان بعتذر. ما عدت قادر انتظر، ما عدت قادر انتظر، ما عدت قادر انتظر. سامحني غلطان بعتذر،
والشوق والعذاب. ما كنت قايل من عتاب تحكم علي بالوحدة والشوق والعذاب. انت الجبال ضد الصعاب، انت الجبال ضد الصعاب، ضد الصعاب وفي درب عديت ألف باب. ما كنت قايل من عتاب تحكم علي بالوحدة والشوق والعذاب. ما كنت قايل من عتاب تحكم علي بالوحدة والشوق والعذاب. ما انت الجبال ضد الصعاب، انت الجبال ضد الصعاب، ضد الصعاب وفي درب عديت ألف باب. لو انت قحوات حسن في عيونك بدا، خليك امين بالعشرة لاخر مدى. لو انت قحوات حسن في عيونك بدا، خليك امين بالعشرة لاخر مدى. يخدم في جور، يخدم في جور، لحظة خصام المراد تبدل شهور. لحظة خصام المراد تمدد شهور. صدقني لو افضل معاك دايما بقول انت الامين انت الوفي عن حبي ما ممكن يبي. انت الامين انت عن حبي ما ممكن يبي. اخذ السلام في عيونك من بعدك ما داير دليل. برضو غلطان بعتذر انا، بعتذر انا، سامحني غلطان بعتذر، 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 سامحني غلطان بعتذر. عارف تمام ده المستحيل، العزم والطبع النبيل. عارف تمام ده المستحيل، الحسن والطبع النبيل. يبدأ في جور، يبدأ في جور، لحظة خصام المراد تمدد شهور. لحظة خصام المراد تمدد شهور. صدقني لو افضل معاك دايما بقول انت الامين انت الوفي عن حبي ما ممكن يجي. انت الامين انت الوفي عن حبي ما ممكن يجي. السلام بعيونك دليل من بعدك ما داير دليل. برضو غلطان بعتذر انا، برضو غلطان بعتذر انا، سامحني غلطان بعتذر، 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 سامحني غلطان بعتذر. بنحييك وبنحيي أيمن كولا على
العمل الجميل والاداء الجميل. ما هو دائما مبدع. اكيد طبعا. أيوة. ويمكن هو يعني ايمن هو يعني اننا خطيناه وعازف كل السهرات اللي شغالين فيها دي نحن. يا سلام. وبنحييك انور. بنرجع تاني من جديد انه يعني المجتمع بتاع كاس هو مجتمع بسيط، ما محتاج انك انت مثلا يعني تفتش الاغاني الصعبه الهاي عشان تغني له، محتاج انك تدندن له بكلمات جميله في اذنه يستمع. يمكن يعني الشعراء هنا كتبوا اغاني، ما اعرف ادوكم ولا ما ادوكم كده، يعني لو في شاعر مثلا كتب لك كلمات كده ادينا مثلا. والله يا اخي يا سلام، انا لي صديق عزيز جدا جدا اللي هو الاستاذ عصام سيف الدين. يا سلام يا زميلنا الشاعر الكبير. يا سلام يا، فهذا الشخصي ما انسان ما سهل جدا جدا. في له مكانه والله الزول ده عنده خيطه جمجمه سحريه. الزول ده انا من خلال قعدتي معه يعني قعدات خاصه كده، انا الزول ده يعني ما شاء الله الزول ده له كلمات من ذهب. فانا طبعا ما قبل ما اقاطعك يعني في الزول ده انا كان جريت معه حوار ولا حوارين تقريبا. أيوة. في نجوم في مدينه كاس. هو كان يعني عنده كلمات تقريبا 2 او 57 قصيده انذاك. ايوه الكلام ده قبل 2 أو 3 سنوات. صح. الان انا ما اعرف وصل كم، لكن كده كلماته كان قال لك شنو؟ والله يا اخي الزول ده خيطه يعني بحاول انه بيجيب لي الكلمات كده ونحاول نلم الكلمات دي كده، يعني بنتساعد بعض. فانا بفتش له الايقاعات، بحاول بلحن له، رغم اني انا ما ملحن لكن بحاول بفتش له الاغاني بيشتغل بالاغنيه دي. نعم. فقام جاب لي اغنيه يعني تراثيه كده، يعني حاجه بسيطه كده. قال لي يا اخي الاغنيه دي، انا قلت له جدا يا اخي الاغنيه دي شنو؟ فمجرد ما عرضها لي انا عجبتني. اغنيه بتقول تعالوا نشتت الاوهام يا سلام ونزرع فكره ليه قدام. أيوه. لانه الدنيا ما دايمه وحياتنا فيها كم ايام. نعم. فالاغنيه دي يعني حاولنا كده جمعناها ونشرناها لكم كورال كده يشتغلوها، برضه طلعت سمحه. جاب لي اغنيه ثانيه وده كان هدايا لنادي الزهره. كل الناس بتلعب كوره لكن من يجيد ويصون. اللاعب وسط بمهاره ولا الشهيد ابو فنون. دي برضه من ضمن كلماته. فليه تقدير يعني ما شاء الله ما قصر معانا والله. عصام زول مبدع، نحن بنطراه بالخير لو اصلا هو متابعنا. صح. نحن بنقدم له صوت شكر انه والله يا اخي لو قريب تعالنا، لو قريب يجينا طوالي تعال اسمعه ألف مرحب بيه. نواصل معاك الدردشه ونسمع جديد. السلام. ده بالنسبه لعصام كلمات خاصه بيك انت كده. والله انا ما اجتهدت للدرجه دي، فكنت بزاول العمل. طبعا الشغل بتاعنا ده يعني انا ذاتي زول لقاني كنت بضرب ايقاع. فلما اجي الفنان يتاخر انت معلم كله. كنت بضرب ايقاع ما ناسينا. فبضرب ايقاع كده بمشي بري مع ناس محمد بيجاي وهنا الزمن ده انا ما عندي علاقه بالمزيكا. الكلام ده 2011 تقريبا. فلقاني انه بعد مرات في تاخير الفنان بكري او معتز، فبقول له يا اخي كده انت عندك شنو؟ بحاول بغني له يعني حاجات يعني قصاصات صغيره كده. قصاصات صغيره كده. فقام شجعني قال لي انت والله صوتك ده مغني، ولو مارست معانا اسبوع اسبوعين شهر كده تلقى نفسك في الساحه. نصيحته والله يا اخي اشتغلت بها والحمد لله هسه وصلتني المرحله دي. فلكن انه انا بجتهد انه بيشوف الحياه المرغوبه والحياه اللي بيحسها انا انه اقدمها للمجتمع بتكون مرغوبه، بحاول ببرفها وبشتغلها. طيب لو رجعنا للتاريخ ورا شويه كده، في التسعينات والثمانينات كانت كاس مزدهره فنيا، في عمالقه من الفن كانوا يعني في المسارح الموجوده. صح. كان بتذكر احنا كنا صغار في هنا في المسرح بتاع الملك حسين. ايوه في الجنوبيه جوا هنا. أيوة. كان عاملين يعني مسرح متكامل وفي كل الحاجات الجميله. صح. من ضمنهم هو الاستاذ ابو الزيك، صديق ابراهيم سنين المرحوم. صديق ابراهيم سنين المرحوم. الوالد ذاته بابي بكر علي ابراهيم والجبل. انا الحكايه دي حكى لي المرحوم صديق ابراهيم سنين. يا سلام والله العظيم. فكان كميه من الشباب مبدعين انذاك، حتى يعني ما ننسى حجر الزلط وعز الدين ابو المرحوم برضه ربنا يرحمه ويتقبل. في عديد من الفنانين بس دايرك تعمل لي مقارنه بين زمان وهسه، الفرق شنو؟ والله الزمان طبعا يعني الغناء له قيمه شويه،
وحتى المستمع ذاته بيحاول بيسمعك انت بتقول في شنو. يعني بتشتغل الاستاذ الكابلي بيسمعوا لك، بتشتغل لاستاذ مثلا شرحبيل، بتشتغل لاغاني بتاعت سيدان ابراهيم بسمعوا لك. لكن مجرد ما جيت للغنى المطروق اللي هو هنا السوقي ده ما بدوم اصلا، ما بدوك مكانك ده مجرد زول عادي ساكت، يعني زول حاول يتحقق. المسرح اللي قبل ذكرته لك ده كان حتى جابوا فيه ناس زيدان ابراهيم ذاك في الزمن اللي هنا. في الزمن احنا في زماننا الان ده عشان جبل ما قدرنا نجيبه. والله ده مشكله. ليه؟ لانه يعني ما عارف ان الناس هل بقت بعيده من الفن ولا اصلا خلاص الفن ده خطوه يعني درجه ثانيه، ممكن في حاجه اهم من الفن. والله يا اخي الفن هو اصلا مستحدث. يعني اننا فتره بتاعت 4 سنة 5 سنين الناس بقت تشتغل بالحاجات المضروبه، يعني الفن السنين للفنان الكبير الفنان الكبير طيب عبد الله. ايوه طيب عبد الله حقيقي. تسلم. نسمع السنين ونجي راجعين. ذكرياته أنسى كل الماضي، أبعد عن طريقه وعن حياته. قالوا لي أنساه وامسح من خيالك ذكرياته. أنسى كل الماضي، أبعد عن طريقه وعن حياته. ضاعت مالك سدى فتخلى للزمن. ضاعت مالك سدى ليه تحين عنداني ليه تفكير في صلات.
عديد الشوق بين ضلوعي أترجم الآلام معي وبالأمل صبرت قلبي عشت في دنيا الأمان عديد الشوق بين ضلوعي ترجم الآلام معك لا نفع دمعي سكبته ولا شفع عندك حنان أنا لا نفع دمعي سكبته ولا شفع عندك حنان الغريب عن الوطن مهما طال غيابه الغريب عن الوطن مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه ينسى آلام وشجونه ينسى آلام وشجونه ينسى حرمان وعذابه الغريب عن وطنه مهما طال غيابه الغريب عن وطنه مهما طال غيابه مصيره يرجع تاني لأهله وصحابه ينسى آلام وشجونه ينسى آلام وشجونه ينسى حرمان وعذابه إلا قلبي يا حبيبي لهواك طال اغترابه إلا قلبي يا حبيبي لهواك طال اغترابه إلا قلبي يا حبيبي لهواك طال اغترابه إلا قلبي أنا يا حبيبي لهواك طال اغترابه طيب من جديد نعود لكم معنا داخل الاستوديو الزميل العزيز محمد يونس. حبابك 10 يا نحن بنحييك. وبينك وبين بوتا يعني في ثنائيه جميله جدا يعني ودائما انه الثنائيه في الفن وانه تلقى زول يجيف معاك ويسندك لحد ما يبقيك زول دي حاجه مهمه جدا. يعني لو رجعنا لمحمد وردي بنلقى انه في زول واقف كان معه مثلا شاعر دائما بيقف جنبه بيسانده لحد ما بقاه فنان. عندك حاجه حلوه بينك وبين انور، احكي لنا بتجاربك مع انور. أول بداية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. نعم. اللهم كريم ولكم كل سنة وكل طيبين. كل الشباب إن شاء الله الكاس. وفرقة دي أول كان ذنبها وطاء وبعد الحوادث البلدة بالمولود فهم. بالمولود فهم. كان في معاكسة الجوانب. نعم. لكن الحمد لله هذا الشخص ذكي جدا. نعم. وكل مرة ما في مساعد ما في
وهذول أصحاب الشباب مواهب مدفونة كثير جدا من غير وفر لكن من ضمن الشباب والزوج كثير جدا في الإنسان كما قلت الاثنين كفر ووتر. كفر ووتر. نعم. واصل. وبعدين كانوا تصرف عندنا ومؤسسات خارجية ويمين وشمال في الدكتور أيضا قدام يا حبيبي كفر فن والحياة بالطبيعة كنت مطارقات مقابل الشيء اللي قام معاه والأجل حمدته مصطفى الشبي الذي مات هو في العائلية يجوني تماما في النادي أنا حياتي كنت أعيش الجنة في الشباب ديال يصلوا المساجد يعني وغير شباب كثير بيعزفوا في الأرض أغاني شعر نكات حاجات كثير جدا مواهب مدفونة ما فيش حد يتحرك وكنا نتحرك تلقى الجروب مفهول لكن الحمد لله شد حيل ما قصر واحنا ما قصرنا على الله في كل خطوة وعبر أمور ممتازة جدا. نعم. وصلح الأمور والكلام بس ما له موجودة فهم وبس ما له فهم من شعب يعني ما مكتوب في الأفهم ولا بس اسم باسم يفهمه وأنا وباقي الشلة طيب إن شاء الله زين إن شاء الله ولا يا حبيبي يعني ما قصرت أنا إنهم ما قصروا. نعم. يعني غيروا الموقف بتاعتي بينهم قلت والله ما قصروا شكرا لهم يشكروا كثير وفي الغيبين يا مصطفى وهشام هزاجر وتحياتي لهم كثير جدا ان شاء الله وبالتوفيق يعني البلد دي فيها فن البلد دي عاصمة غير الناس ما فيها حاصل فيها شباب فيها جيل لكن الحمد لله بإذن الله ان شاء الله باذن الله. شكرا محمد يونس كان قبل شويه ادانا مداخله جميله جدا. السلام. انت بتعزف ايقاع بتلعب كوره بعض الاحيان بنلقاك حارس مرات مهاجم بلاعب وسط المهم اي حاجه وبتغني. طيب اول حاجه بنحيي نادي الزهره ونادي عريق جدا بسموه ملك الكؤوس يعني. يا سلام. زي ريال مدريد حامل كل ليه ريال مدريد برشلونه ده انت مدريدي ولا ايه؟ معلش واصل. لا انا برشلونه. طيب يعني نادي الزهره نادي عريق جدا ومشهور على مستوى الولايه. يا سلام. وبامكانيات ما شاء الله وامكانيات شباب مبدعين وانت لعبت للنادي ده فتره طويله جدا. كده احكي لنا يعني الكوره دي بدايتها كيف انت كمان؟ والله الكوره دي انا كنت صغير كده فكنت بلعب بكوره شراب عندي تيم كده طبعا بتاعت شلاليات كده الناس بيتمرنوا في الملعب. بالمناسبة انت عارف تيم الشراب ده كان بتذكر في الحلقه الزمان كان جاب لك هوا كل ما القى الصحابي بتاع كره الشراب وين وكنت بلعب مع النازل. نعم. ففجاه حولنا ميداننا انا مشيت نظفت عملت بيش اللي دي عملت لي ميدان شرق الزلط. نظفنا المحل يعني بين الخور والمحل اللي هنا شرق الموقف الجديد ده. فنظفنا محل قلنا نلف فيه هناك. جانا واحد بيقول له سانتو من حي السلامه هناك كتر الله خيره جاب لنا كوره قال لنا انتوا واصلوا وانت خليك دير العيال ديل مواصلين سنه سنتين بقينا نلعب مباريات. بعد ذاك سمينا النادي ده باسم الترجي. الترجي الموجود في درجه ثانيه الموجود في درجه ثانيه ده باسم الترجي. انا كنت كابتنهم يعني الكلام ده 2003 تاريخ 2003 كنت كابتنهم. بيلعب يا هوندا جيت الزمالك من الزمالك ما نفع معي يعني في حاجات كده ما هنا مشيت طوالي نادي السلام. هذا تمام جبت تمام كاس واحد الكلام ده 2013 2014 تقريبا. فمن السلام طوالي اختبصوني لك ناس الزهره هاي جيت وطوالي شنو سجلت معهم وقال لي انت زول كادر واولادك اللي معاك اللي هناك ديل كده المهم تجيبهم لنا. والله وبالفعل يعني جبت محسن وجبت هنا منتصر والشباب ديل كلهم دوش عبد الحليم. يا سلام. يعني في نفس الموسم لقينا المدرب مورينو كتر خيره يعني. والله ادانا ما كل اللي فيه شاركنا به في المحليه وفي الولايه الناس دي كلها بتشهد يعني زول شخصيه ما لا مورينو معروف بكره القدم خاصه مواصل لحتى الان. كم فترة أنت في نادي الزهرة؟ في نادي الزهرة تقريبا 9 موسم. 9 موسم. 9 سنة. والله بقيت الناس بس. عشان ما تقول لي برشلونة ريال مدريد. 9 سنة بالموسم ده يعني. فترة طويلة جدا. شاركت برضه في المنتخب بتاع كاس. شاركت في المنتخب بتاع كاس ومن الزهرة ذات وسجلت في نادي النجم الذهبي الدرجة الثانية في نيالا. فلعبت لهم زي موسمين كده وياهو كمان دورينا بدأ هنا
ما قدرت ارجع واصل لانه المسافه والنهايه. في حاجات من الطرائف دائما كان بيدينا، يعني لو زمان كان منتصر كان حارس، لما المنتصر يتكرر انت طالب ترجع حارس، تصير شنو كان في الموضوع؟ والله انا يوم ما حرست ذاته لكن موهبه بس. اي حاجه معلم كله في الكوره دي بالذات، مهاجم لاعب طرف لكن اكثر خانه انا بحب الارتكاز. ايوه هي ده اكثر حاجه. والله اول حاجه بنحييك وعلى الكلمات الجميله في حق يعني شباب كاس، وفي حق الكوره عن كاس. طبعا كاس دي يعني حتشمل كل الحاجات، فيها كوره، فيها ثقافه، فيها فن، فيها ابداع، فيها كل شيء جميل. لكن احنا بس ما قادرين نوظف الحاجات دي في الطريقه الصحيحه. لكن ان شاء الله يعني في الفتره الجايه الشباب كلهم يعني يكون في كتله واحده انه ينظموا العمل الثقافي. ونحن دي دايرينه انه والله نحن بالثقافه حنظهر. نحن يعني كاس ما بعيده من نيالا، ونيالا في فتره من الفترات كانت حتنافس يعني كل المدن الكبيره الموجوده على مستوى السودان، اذا كانت يعني العاصمه الخرطوم ولا اذا كان مدني ولا حتى بورسودان، كله بننافس حقيقه يعني. ختاما، ويعني ما ختام النهائي يعني ختام ده حاجه صعبه جدا بالصوت الجميل والاداء الجميل عشان نقول لك انه نختم ده صعب جدا. لكن ختاما دايرينك تسمعنا اغنيه جدا، وبها بنشكر الناس اللي بيشاهدوا هذه الحلقات، ويعني ما تنسونا باللايك والشير والحاجات السمحه اللي انتم يعني بتخلي الصفحه انه يعني بتنتشر، والاغنيه بتاعنا بينتشر عن طريق ان احنا دايرين منكم الحاجات السمحه دي. بنشكر الزملاء اللي كانوا معنا في الاستديو، بنشكر ايمن كولا، بنشكر محمد، بنشكر ابو عمار في التصوير والحياة الجميلة والقعدة الجميلة دي. يا سلام. بنشكر بوتا على الكلمات وعلى الأداء الجميل. على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم. سمعنا واحدة من حياتك. يا سلام. أنا طبعا بسمعكم يعني محمود عبد العزيز حبيبي ساكن جواي، حبيبنا كلنا ساكن جواي. عشان كده دايما بحب إنه في كل قعدة بدخل منه حاجتين كده نعم بسمع الناس دي. نعم. فنتمنى إنه هذا الفاصل ينال إعجاب المشاهدين إن شاء الله. الناس كلها حتبقى حواتها بعد شوية دي أخي السلامة. فبشتغل أغنية دايما بحب أرددها كثير يعني، يا مدهشة. يا مدهشة. أيوة. ده كان في الألبوم بتاع 2004 ولا 2005؟ يا مدهشة. يا مدهشة الألبوم بتاع مدهشة كان عامل ضجة عجيبة. يا سلام يا احمل ذئابة ورشرشة التراب قمر العشاء انتي مدهشة والله مدهشة. يحمل ذئابة ورشرشة التمام بقمر العشاء انتي مدهشة والله مدهشة.
وجاء وما أصل يا النعمة سلطان يا البشر يا النعمة سلطان يا البشر يخلق من الصلصال عسل انت مدهشة والله والله انت مدهشة والله مدهشة تمر الفقير يزيد شايله شايله ومشتهي تمر الفقير يزيد شايله شايله ومشتهي يا بقعة العسل اللقي يا بقعة العسل اللقي أقول شنو بالماء تشتهي انتي مدهشة والله والله انتي مدهشة والله مدهشة تمر الفقير يزيد شايله شايله ومشتهي تمر الفقير يزيد شايله شايله ومشتهي يا بقعة العسل اللقي يا بقعة العسل اللقي أقول شنو بالباب تشتهي انتي مدهشة والله مدهشة انتي مدهشة والله مدهشة لا 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 والله والله انتي مدهشة والله مدهشة انتي مدهشة والله مدهشة يا ريم يا رشا اعمل ثياب ورش رشا قمر العشاء. شكرا.